حقيقي إن السمنة دلوقتي هي مشكلة العصر. كل الأعراف الطبية دلوقتي أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن السمنة هي مرض خطير جدا، وذلك لأنها مرتبطة بأمراض خطيرة مثل أمراض الضغط وأمراض السكر وأمراض القلب وخشونة العظام، وطبعا بعض الأورام مرتبطة بالسمنة بارتباط وثيق. ولذلك كل الأبحاث والأعراف أثبتت أن السمنة مرض ولا بد أن يعالج. كنا زمان بنعالج السمنة على اعتبار إن هي سمنة، فبالتالي كنا بنعمل أنظمة غذائية معينة ورجيم والكلام ده كله، ولكن كل الأعراف والأبحاث أثبتت أن الرجيم والأنظمة الغذائية بتفشل بنسبة تزيد عن 90%. لذلك هناك حاليا منطق معين أن العلاج الأساسي للسمنة هو الجراحة. الجراحة هي الأساس الفعال والدائم للسمنة، وهذا الكلام أصبح خلاص متفق عليه في كل الأعراف الطبية. ومن هذا المنطلق بدأ يكون في جراحات سمنة كتيرة جدا في الآونة الأخيرة، هي مش في الآونة الأخيرة، بقى أكثر من 20-25 سنة، ولكن مع تقدم الزمن وتقدم الطب والتكنولوجي الهائل أصبحت جراحات السمنة من الحاجات البسيطة جدا والحاجات السهلة، والمضاعفات بتاعتها قلت بنسبة كبيرة جدا في الآونة الأخيرة. دلوقتي بقى في تكميم معدة، وبقى في تحويل مسار بمختلف أنواعه، مسار العادي والمسار المصغر والعمليات الساسي، وبقى في بالون المعدة، وبقى في كبسولة المعدة الذكية. كل الكلام ده موجود، فبقى في يعني فاريشن كتيرة، وبقى في اختيارات كتيرة بين المريض في علاج السمنة. اللي أنا عايز أكد عليه إن موضوع الأنظمة الغذائية والرجيم وهذا الكلام حاليا لا يعد علاج للسمنة أو لا يعد علاج فعال للسمنة. ناس كتيرة جدا بتعمل أنظمة غذائية وبعد كده بتزيد في الوزن، وبعدين تعمله تاني وتزيد في الوزن وهكذا. إنما الجراحة هي الحل الأمثل والدائم لمشكلة السمنة. وأكد تاني أن السمنة مرض ولا بد أن تعالج، والجراحة هي الحل الأساسي في علاج السمنة. وبالتالي بقى في يعني تكنيكس كتيرة وتقنيات حديثة جدا يعني تخلي المريض لا يتردد إن هو يتعالج من مرض السمنة.